أنا سيدة أبلغ من العمر 46 عاماً. رزقت بابنتين، ربيتهما أحسن تربية بعد رحيل زوجي الذي كان كل شيء في حياتي. تزوجت الكبرى واستقرت، وبقيت الصغرى معي. حاولت بكل جهدي أن أكون لها الأم والأب، وأن أحافظ عليها وأعلمها وأقف إلى جوارها. الحمد لله، ظروفنا المادية كانت جيدة، فزوجي رحمه الله كان حكيماً مدبراً. ظل طوال حياته يجمع المال لهذا اليوم الذي قد يأتي فجأة. كان يخشى ألا يكون بجانبنا يوماً ما، فحرص على تأمين مستقبلنا. كتب الشقة باسمي، ووضع مبلغاً من المال تحت تصرفي، بالإضافة إلى ما خصصه للبنات، كي أكون حرة في حياتي ولا أحتاج لأحد. كنت أحبه بجنون، ولم يحرمني من أي لحظة سعادة. عشنا معا أياماً لا تنسى. كان دائماً يبتسم في وجهي، ولم يتسبب لي في أي ألم أو زعل. كان رفض السفر من أجلي أكثر من مرة، لأنه لم يكن يستطيع العيش بعيداً عني، وأنا أيضاً لم أكن أستطيع تخيل الحياة بدونه. كان يعرف تماماً كم أحتاجه بجانبي، وكان حبه لي في تفاصيل صغيرة كثيرة جعلتني متعلقة به بشكل لا يصدق. بعد رحيله انهار عالمي تماماً. لم أستطع تصور أنني سأستمر في هذه الدنيا دونه. كان أسعد أيامه عندما زوجنا ابنتنا الكبرى. في تلك الليلة كان يقول إنه يشعر بسعادة لم يسبق لها مثيل. كان متعلقاً بالكبرى بشكل خاص، لأن شخصيتها كانت قوية وذكية، وكانت ناجحة في دراستها، وحققت له حلمه بأن تصبح طبيبة. لم تخيب ظنه أبداً، وكان نجاحها دافعاً له ليفتخر بها وبأختها أمام كل من كان يلومه على عدم إنجابه الذكور. كان دائماً يرد بثقة: بناتي يكفيني فخراً بهن، وزوجتي لم تتخلى عني يوماً. كان يعمل في وظيفة بسيطة، لكنه لم يبخل علينا بشيء، ولهذا السبب أبدو أصغر من عمري بكثير. من يراني اليوم لا يصدق أنني تجاوزت 45، ويعتقدون أنني في منتصف الثلاثينيات فقط. كان يعزز ثقتي بنفسي، ويجلب لي كل ما أحتاج إليه، حتى أنني لم أشعر أبداً بالوحدة أو الهموم. كنت أتمنى أن ترزق بناتي بشخص مثله كي أطمئن عليهن. إعادة تشويش. ولكن ذات يوم، وبينما كنا نعيش هذه السعادة، تغير كل شيء في لحظة. فجأة تعب زوجي دون سابق إنذار. في أحد الأيام فوجئت بأن زوجي يشعر بتعب شديد. ظننا في البداية أنه مجرد برد عادي، وقلنا له يستريح في البيت بضعة أيام. بدأنا نعطيه أدوية بسيطة دون حتى استشارة طبيب، ولكن مع مرور أسبوع و10 أيام لم نرى أي تحسن، بل ازدادت حالته سوءاً. أنا وبناته أصررنا على ضرورة الذهاب إلى الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة. أقنعناه بصعوبة، وعندما ذهبنا للكشف خرجنا من عيادة الطبيب وكأن الأرض تهتز تحت أقدامنا. طلب الطبيب تحاليلاً عاجلة، وبعد أن أجريناها عدنا إليه في اليوم التالي لنتلقى الصدمة القاتلة. الأيام المتبقية له معدودة. كان المرض كامناً فيه منذ فترة طويلة دون أن يعلم أحد. في تلك اللحظة شعرنا أن كل أحزان الدنيا قد تجمعت فوق رؤوسنا، وأيقنت أنني لن أتذوق طعم السعادة مرة أخرى بعده. أما أنا فكان وضعي مختلفاً تماماً. شعرت بأنني لن أستطيع العيش إذا رحل عني، لكنني في نفس الوقت كنت أجبر نفسي على التماسك أمامه. كنت أظهر له أنني غير قلقة ولا حزينة، وأن الأمر مجرد وعكة عابرة وستمر. لكن زوجي كان ذكياً جداً، وكان يحبني لدرجة أنه كان يقرأ عيني حتى لو كنت أبتسم صناعياً. كان يعرف تماماً كم أنا حزينة ومتألمة من الداخل. أجمل ما فيه أنه كان يقرأ مشاعري دون أن أنطق بكلمة واحدة. مهما حاولت التمويه على الآخرين، كان هو العالم كله والحب كله بالنسبة لي، وعشت معه أجمل سنوات عمري. ثم جاء اليوم الذي رحل فيه عنا.
وتوقفت الدنيا في عيني وفي عيون بناتي. شعرت بأن لا حياة بعد هذا الرحيل، وأن كل شيء قد انتهى. لكن نظرات بناتي الخائفة والمحتارة أيقظت في داخلي شيئاً لم أكن أتوقعه: غريزة الأمومة التي تجبرك على النهوض مهما كلف الأمر. إعادة تشويش. لم أكن أعلم أن الحياة ستجبرني على اتخاذ قرارات صعبة، وأنني سأجد نفسي يوماً ما مضطرة للاختيار بين سعادة بناتي وحدودي التي رسمتها لنفسي. بعد رحيل زوجي، حاولت أن أجمد مشاعري وأقف على قدمي من جديد لأجل بناتي. كنت أخشى أن أضيعهن كما فقدت زوجي. توقفت بجانبهن رغماً عني، لأن حبي لهن كان أكبر من أي شيء، حتى من نفسي. كانت الكبرى قد استقرت في زواجها، أما الصغرى فكانت مخطوبة، ولم يتبقى على زفافها سوى شهور قليلة. خطيبها شاب محترم وسيم متعلم وذكي، لكن ظروفه المادية كانت بسيطة. كنت أحبه وأحترمه جداً، وكنت أتمنى لابنتي شخصاً مثله، خاصة أنه كان يحبها ويخاف عليها. كان من المفترض أن يبدأوا حياتهم في شقة إيجار، ففكرت أن أقدم لهم عرضاً: لماذا لا يعيشون معي في شقتي؟ قلت لهم: سأخصص لكم الشقة بالكامل، أفرشها على ذوقكما، وأنا سأكتفي بأصغر غرفة في المنزل وأحولها إلى غرفة نومي. أقنعتهم بصعوبة بعد إلحاح شديد، حتى وافقت ابنتي الكبرى وساعدتني في إقناع أختها وزوجها. بدأنا ننظف الشقة ونفرشها على أحدث موضة، تماماً كما كانا يحلمان. أما أنا فجهزت غرفتي الصغيرة وحولتها إلى مملكتي الخاصة، بل أضفت حماماً صغيراً لي كي لا أضطر للخروج كثيراً وأزعجهم. كنت حريصة على ألا يشعروا بوجودي أبداً، وألا أكون عبئاً عليهم. كنت أتمنى أن يكونوا دائماً سعداء ومبسوطين في حياتهم الجديدة. بعد الزفاف مباشرة، قررت أن أترك لهم المساحة الكاملة، فذهبت لأقضي أسبوعين عند أختي، ثم أسبوعين عند ابنتي الكبرى المتزوجة. بعد مرور شهر، طلبوا مني العودة بأنفسهم، وهنا بدأت مرحلة جديدة حاولت فيها أن أرسم أجواء السعادة والانسجام بينهم. كنت أنصح ابنتي دائماً لأنها كانت عصبية وصغيرة في التعامل مع الأمور، وكنت أحاول توجيهها دون أن يشعر زوجها بأنني أتدخل. إعادة تشويش. وفي يوم من الأيام، وأثناء حديثي مع ابنتي أقدم لها نصائحي، سمعني زوجها بالصدفة، وحدث ما لم يكن في الحسبان. في يوم جمعة كالعادة، كنا نجلس أنا وابنتي في غرفتي نتحدث، وكنت أنصحها بأن تتعامل مع زوجها بلطف وحكمة، وألا تضغط عليه دائماً بكلمات اللوم والعتاب. كنت أقول لها: الرجل يحب المرأة القوية التي تكون سنداً له، التي تدفعه للأمام، وإذا وقع تمسك بيده بدلاً من أن تنتقد نقاط ضعفه. مواقفك الحسنة هي التي سترفع قيمتك في عينه مع الوقت. وفجأة فوجئنا بزوجها قد عاد من العمل مبكراً دون أن نسمع صوت وصوله، وكان قد سمع جزءاً من حديثي. سمع صوتنا من وراء الباب، فتظاهر بأنه وصل لتوه، وأحدث بعض الضوضاء كي لا يحرجنا. خرجت ابنتي مسرعة لاستقباله وتجهيز الغداء. كنت أتبع نظاماً دقيقاً. كنت أتناول طعامي قبل عودته بنصف ساعة بحجة موعد الأدوية، وأتركهما يتناولان الغداء معاً ليحساب الحياة الطبيعية. إلا يوم الجمعة، فكنت أصر على الجلوس معهم. في أحد هذه الأيام الجمعة، كنا نشاهد فيلماً رومانسياً جميلاً، وأنا بطبعي أحب الرومانسية منذ أيام زوجي. فجأة تذكرت زوجي الراحل وكل اللحظات الجميلة التي جمعتنا، وبدأت أبكي بشدة دون أن أقصد إحراج أحد. دخلت غرفتي وراجعت ذكرياتي القديمة، وبدأت أشعر بحنين شديد لوجوده، ولم أعد قادرة على السيطرة على مشاعري. بعد فترة حملت ابنتي الكبرى، وفي الوقت نفسه
ابنتي الصغرى أصبحت حاملاً أيضاً، وفي يوم وضعت الكبرى مولودها، اضطررت أنا وزوج الصغرى للسفر إليها لأن المواصلات كانت شبه مستحيلة. ركبنا الأوتوبيس في زحام شديد، وخلال الزحام حدث ما لم أتوقعه. شعرت فجأة بأن جوز بنتي يقترب مني بطريقة غير طبيعية بسبب الزحام، لكنني أدركت أن الأمر كان خارجاً عن إرادته. عندما نزلنا، بدأ يعتذر لي بحرج شديد، ثم فاجأني بكلمات لم أكن أتخيل أن أسمعها. إعادة تشويش. قال لي: سامحيني، أنا بحب بنتك جدا، لكن من كتر ما بسمع كلامك الناضج وبشوف أخلاقك بتمنى لو كنت إنسان زيك بالضبط. هنا شعرت أن الأرض اهتزت من تحتي. تلك الكلمات التي قالها لي جوز بنتي ظلت ترن في أذني وعقلي لأيام. ظل يصف عقلي وجمالي وطريقتي في التعامل، ويقول إن ابنتي لا تقدرني كما يستحق. حاولت أن أتجاهل الأمر، لكن مشاعري كانت قد تحركت دون رغبة مني. عندما عدنا من السفر، وجدته وابنتي في خلاف حاد. حاولت التوفيق بينهما، لكن ابنتي كانت عصبية جدا لدرجة أنها تركت البيت وذهبت إلى خالتها دون أن تخبرني، وأنا كنت مرهقة ونائمة في غرفتي. فوجئت بجوز بنتي يطرق باب غرفتي، وعندما دخلت وإذا به يسألني عن ابنتي التي غادرت دون علمه. كنا وحدنا في المنزل، وكان الجو حاراً جداً، وكنت مرتدية ملابس خفيفة لأنني كنت نائمة. نظرت إلى عينيه ورأيت فيه شيئاً مختلفاً، شيئاً لم أره منذ سنوات. حاولت أن أتحرك، لكن جسدي لم يعد يطيعني. بدأنا نتحدث طوال الليل، كل منا يفضي بأسراره للآخر. حكيت له عن زوجي، وعن حزني العميق وحرماني الطويل، وحكى لي هو أيضاً عن مشاكله مع ابنتي وعن احتياجاته التي لا تجدها عندها. لا أعرف كيف تقدمت الأمور خطوة بخطوة، لكن في تلك الليلة حدث ما لم يكن في الحسبان أبداً. شعرت كأنني أعوض كل سنوات الحرمان، كأن الزمن قد توقف ليمنحني لحظة جنون عابرة. لم أكن أشعر بأي شيء سوى الرغبة في الاستمرار في هذا الطريق الذي دخلته دون وعي. لكن في الصباح استيقظت على وقع جرس الباب. كانت ابنتي قد عادت مع خالتها. حاولت أن أتصرف بشكل طبيعي، صلحت بينها وبين زوجها ونسيت ما حدث، لكنني كنت قد دخلت في عالم آخر تماماً. شعرت بالذنب والعار، لكنني في الوقت نفسه لم أستطع نسيان تلك الليلة. إعادة تشويش. مر أسبوعان وأنا أعيش صراعاً داخلياً لا يوصف. نظراته تطاردني، وذاكرتي تخونني، والأسوأ أنني بدأت أتساءل: هل أهرب أم أستمر في هذا الخطأ القاتل؟ منذ تلك الليلة وأنا أعيش في حالة من الحيرة والارتباك لم أعرفها من قبل. كل يوم آمره وكأنه عام كامل. عيناه تتابعاني أينما ذهبت في البيت، ونظراته أصبحت أكثر قوة وإصراراً. أنا من ناحيتي لا أستطيع أن أنكر أن مشاعراً قد تحركت بداخلي. ظننت أنها ماتت إلى الأبد بعد رحيل زوجي، لكن في المقابل ابنتي تعيش في غفلة تامة، لا تدري بما جرى، وهي تواصل حياتها الزوجية بشكل طبيعي، بل وتحاول أن تصلح من أخطائها بناء على نصائحي السابقة. أشعر بأنني خنت أمانتها بأبشع صورة، وأنني أسوأ أم في العالم. ولكن في اللحظات التي أخلو فيها إلى نفسي، أتذكر تلك الليلة، وأشعر بأنها كانت أشبه بحلم أو ربما عقاباً إلهياً لي بسبب ذنوب قديمة. كل مرة أحاول فيها الابتعاد أجد نفسي أقترب أكثر، وكل مرة أقرر فيها إنهاء الأمر أجد ظروفاً تجمعني به وحده. لقد وصلت إلى مرحلة لم أعد أميز فيها الصح من الخطأ. كل شيء أصبح مشوشاً في رأسي. لا أستطيع البقاء في هذا البيت، ولا أستطيع الخروج منه، ولا أستطيع مواجهة ابنتي وأنا حاملة لهذا السر الثقيل. أخشى أن يكتشف أحدهم الأمر، وأخشى أكثر أن يحدث ذلك مرة أخرى،
لأنني لست متأكدة من أنني سأستطيع المقاومة. أعرف أن هذا خطأ كبير وكارثة مدمرة لعائلتي، لكن الجرح القديم والحرمان الطويل جعلاني ضعيفة أمام أول مشاعر دافئة شعرت بها منذ رحيل زوجي. ما زلت أحب زوجي الراحل، وما زلت أشتاق له كل يوم، لكنني أيضاً إنسانة بحاجة للحنان والدفء. لا أعرف كيف ستنتهي هذه القصة. هل سأتمكن من كبت مشاعري والهروب بعيداً؟ أم سأنهار يوماً وأفقد كل شيء؟ كل ما أعرفه الآن أنني عالقة في هذا الموقف دون حل، وأن كل يوم يمر يزيد الأمر تعقيداً وألماً.